السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بيكم في قناة انجليزي تاني مع زياد نصر. ده اول فيديو في سلسلة حلقات تأسيس الاطفال. هنبدأ ان شاء الله النهاردة نأسس اطفالنا. يلا بينا، خليكم معايا. هنبدأ ان شاء الله النهاردة بالانجليش الفابات، اللي هي الحروف الهجائية في اللغة الانجليزية. زي ما احنا عارفين ان الانجليش الفابات، الحروف الهجائية في اللغة الانجليزية، بيكونوا 26 حرف. كل حرف بيكون له شكل كابيتال كبير بيج، وشكل سمول صغير. يلا نبدأ الأول بالحروف. بعد ما نخلص الحروف إن شاء الله هندخل على أصوات الحروف، إزاي نقرأ الحروف دي. يلا بينا، خليكم معايا. أول حرف اسمه A. A. A capital. A small. A. A. تاني حرف اسمه B. 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 B capital. B small. تالت حرف اسمه C. C. C capital. C small. بعد كده اسمه D. D. D capital. D small. الدي الكبيرة البيج والدي الصغيرة small. طيب ندخل على الحرف اللي بعده اسمه E. E. E capital. E small. F. F. F capital. F small. G. G. G capital. G small. G. H. H. H capital. H small. H. H. I. I. I capital. I small. J. J. J capital. J small. K. K. K capital. K small. This is K capital. This is a capital A. Capital K. This is a capital K. And this is a small K. L. L. This is a capital L. And this is a small L. 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 K. بعد كده عندنا M. M. M capital. M small. N. N. O. O. P. P. P capital. B small. Q. Q. Q capital. Q small. R. R. R capital. R small. S. S. S capital. S small. T. T. T capital. T small. U. U. U capital. U small. V. V. V capital. V small. W. W. W capital. W small. X. X. X capital. X small. Y. Y. Y capital. Y small. Z. Z. Z capital. Z small. These are the English alphabet letters. خلاص دلوقتي خلصنا الحروف الهجائية. هندخل بقى دلوقتي ازاي نقرأ الحروف دي. لسه مكملين، هناخد الليتر ساوندز. الليتر ساوندز اللي هي اصوات الحروف. بص يا حبيبي، كل حرف في اللغة الانجليزية بيطلع صوت. كل حرف في اللغة الانجليزية بيطلع صوت. يعني مثلا لو انت جيت لحرف ال A، حرف ال A هو اسمه A. انا بقراه كده، بقراه A منفردا، يعني لو جه لوحده اقراه مفيش مشكله A. بس لما تيجي تحطه في كلمه او تيجي تدخله على كلمه انت مش هتقول A. هديك مثال بالعربي. لما تيجي تقرا حرف الالف، يعني لو كتبت لك على السبوره مثلا حرف الالف زي دلوقتي كده، بص معايا كده، كتبت لك حرف الالف. لو انا كتبت لك حرف الالف وقلت لك الالف وقلت لك اقراه، هتقراه تقول له ايه؟ ها، الف. الف عشان هو جاي لوحده. طب لو انا قلت لك حرف الالف ده وجبت لك كمان جنبه كلمه حرف الباء او حرف الباء، عايزك تقرأ لي الكلمة دي. دلوقتي بقت كلمة ولا بقت حرف؟ لا، بقت كلمة اسمها ايه؟ اب. اب.
امال فين الف؟ لا الف بقت ايه؟ نفس الحكايه عندنا في اللغه الانجليزيه، كل حرف في اللغه الانجليزيه بيطلع صوت معين. يلا نتعرف على اول صوت مع حرف الاي. حرف الاي لما تيجي تقراه مش هتقراه اي، هتقراه ا ا ا ا. تعال شوف معايا كده اول كلمه استهجى معايا، استهجى ت ت. انت طبعا لسه ما خدتش ولا الان ولا التي، بس انت دلوقتي بتركز على حرف الاي. ت انت. اوكي طيب نخش على الكلمه الثانيه. برضو بتقراوا كده ابل ابل. ركز على حرف الاي، مالكش دعوه بالحروف الثانيه، انت ركز بس في الحرف بتاع النهارده اسمه ايه؟ لما تيجي تقراه كده طب شوف الكلمه الثالثه حرف الاي في النص، اول حرف نطقه ب. طب النطق الثاني ت ب ت بات. اوكي يبقى انت ابل بات. ده حرف الاي بقراه نخش على الحرف الثاني حرف البي. حرف البي لما تيجي تقراه بتقراه ب يعني هو اسمه بي. اوكي اتفقنا متفقين ان هو اسمه بي، ولكن لما تيجي تقراه في كلمه بتقول عليه ب. شوف الكلمه اللي معايا دي كده بول ل بول. طبعا انا هنا بحط ضمه علشان دايما حرف الاي لما يجي مع حرف ال بقراه او بول. يبقى حرف البي بقراه ب. خش على الكلمه اللي بعدها اللي احنا خدناه فوق ن بان بان. طب خش على الكلمه الثالثه ل بال. حرف البي تقراه ايه؟ وحرف الاي هناخده ان شاء الله بس المره الجايه تقرا كده ل بال. اوكي نخش على الحرف اللي جاي حرف السي. حرف السي بقراه ليه كذا قراءه. نمسك الاول القراءه الاولى بتاعته اسمه ك. حرف السي بيتقرا ك. طيب زي كلمه ايه؟ اقرا كده ك ت كات كمان مره اللي احنا خدناها الاي ت كات. طيب خش على الكلمه اللي بعدها كوميك. لو لاحظت حرف السي بيتقرا ايه؟ مالكش دعوه بالاو، احنا لسه ما خدناش يبقى انا عايزك تركز على الحرف اللي هو بالاحمر، حرف السي اللي احنا بندرسه دلوقتي. يبقى كوميك كوميك كار. خش على الحرف اللي بعده اللي هو حرف السي برضو، بس حرف السي المره دي مش بيتقرا كي، بيتقرا س زي حرف الاس كده س. طب انا امتى اقرا حرف السي حرف السي بيتقرا لو جه بعده حاجه من ثلاثه، لو جه بعده اي او اي او واي. يعني حرف السي لو بعده اي او اي او واي بقراه شبه حرف السين كده تعالوا نشوف اول كلمه ما سينما. طب الكلمه الثانيه ل مره ل سيل. طيب كمل معايا كده اخر كلمه ل سايكل يبقى حرف السي بيتقرا علشان جه وراه حرف الواي. تاني القاعده دي مهمه جدا او الحته دي مهمه جدا، حرف السي لو جه بعده اي او اي او واي اقراه على طول شبه حرف السين او او الاس. طيب بعد كده عندي النطق الثالث لحرف السي. السي لو جه معاه اتش، بقراه تشا. تعالوا نشوف كده زي اول كلمه اولها ايه؟ سي او اتش تشيبس. طيب خش على الحرف الثاني كده او الكلمه الثانيه يبقى السي او اتش قراءه ايه؟
ت وشين كده جنب بعض. تش تش اه ك اه ن chicken chicken تش. يبقى حرف التي والسي والاتش يبقى بقراهم ايه؟ تش تش تش. اخش على الحرف الاخير اللي معانا النهارده، حرف الدي. الدي لما اقراه ده ده ده. طب جرب كده معايا. ده دي اسمها ايه فاكر؟ ده ده دي مرتين. ده ده داد داد. تمام. خش على على الكلمه الثانيه، حرف البي اهو. ب لسه دي ما خدناش، دي هناخدها المره الجايه ان شاء الله. ده ب ده باد 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 يعني سرير. عندي كمان الكلمه الاخيره دي د هاد. نركز دايما على حرف الاحمر اللي انا عامل لك بالاحمر. ده هاد هاد. بس كده النهارده خدنا لحد حرف الدي. راجعهم معايا كده بسرعه يلا. ب ك س ش ده. بس خلاص خلصنا النهارده. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.